طيب مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم وشكرا جدا لحضوركم النهاردة في المحاضرة بتاعتنا Effective Communication Skills in Multinational Organization. والنهاردة إن شاء الله هنبتدي سلسلة من المحاضرات اللي بتتكلم على السوفت سكيلز. وبما إننا بنتكلم على السوفت سكيلز، طبعا مهارة التواصل من المهارات الخطيرة جدا جدا جدا. يعني أنا ممكن أقول إن دي تعتبر أهم خطوة في حياتك، إن أنت تعرف إزاي تتواصل بشكل صحيح. فعشان كده إحنا يعني إيه هنبتدي زي ما قلنا بقى سلسلة إن شاء الله من المحاضرات، إن شاء الله بوجودكم بالتشجيع بقى وبالتفاعل. إن شاء الله هنعمل أكتر من بارت أو من أكتر من جزء، زائد مهارات تانية إن شاء الله. طيب خليني سريعا كده. احنا قسمنا ان احنا هنعمل اكتر من جزء زي ما بقول لكم. ففي الجزء الاول هيكون معايا عبد الحليم وباشمهندسه نيفين ورحاب. ده زي ما اتفقنا كده. ده كمان هيتيح لكم، احنا بنشتغل يا جماعه كلنا كتيم وورك واحد. ده كمان هيتيح لكم حاجه مهمه جدا، ان انتوا تبتدوا تبصوا على الموضوع من اكتر من برسبكتيف. يعني ما بيبقاش واحد بس شايف البرسبكتيف بتاعته. يعني عارفين شايفين الموضوع من وجهة نظر محمد رضوان، او من وجهة نظر عبد الحليم او باشمهندسة نيفين او رحاب او لا، انت بتشوف الموضوع من اكتر من جهة. فالجزء الاولاني ان شاء الله هيبقى معايا عبد الحليم، باشمهندسة نيفين، رحاب. الجزء الثاني هيبقى محمود شاهين ومصطفى احمد ومحمد الريس. وممكن يبقى في بارت ثالث لو انا ورحاب حسينا ان في جزء لسه ما اتغطاش، ممكن نعمل له بارت 3. النهارده بارت 1، تمام، الجزء الاول. طيب كمان في الاخر خالص هيبقى معانا ناس من برنامج المنتور هيشاركوا وجهة نظرهم. كل واحد هيبقى ليه فترة يشارك معاه اللي عايز يقوله، الناس اللي محتاجة تقوله والله ايه هي كانوا ايه قبل ما يتعلموا او قبل ما يتحسنوا في الكوميونيكيشن سكيلز، بعد ما تحسنوا. احسن حاجة ان انت تسمع اكتر من وجهة نظر على نفس النقطة، وتشوف ناس تانية بتفكر ازاي على نفس المشكلة. فدول هيشاركوا معاكم، الناس هنا هيشاركوا معاكم وجهة نظرهم، تمام. وفي الاخر خالص هنعمل بانل ديسكشن. اي حد يسال سؤال وهنجاوب عليكم. السبيكر بتوع بارت 1 النهارده انا وعبد الحليم وباشمهندسه نيفين ورحاب. هنعمل بانل ديسكشن ونجاوب على اسئلتكم كلها. ويا ريت طبعا اللي عنده اسئله يعني يسال بقى، احنا عايزين الاسئله دايما هي اللي بتخلي الناس تفهم اكتر. طيب كود اوف كوندكت، احنا بنقول بس ان المحاضره مسجله، فخلي يعني اللي مش عايز طبعا مش هيضطر ان هو يسيب المحاضره. طبعا المايك يا ريت يكون مقفول طول الوقت عشان بس ما نعملش دوشه، خصوصا لو حواليك دوشه. بس نريسبكت ايفري ون، ومفيش اكتر من كده. والكويشن اند انسر هتبقى في الاخر خالص مع البانل ديسكشن. طيب خليني اهاند اوفر اول جزء للباشمهندسه نيفين، هي هتبتدي معانا الجزء الاول. خلاص اتفضلي يا باشمهندسه نيفين. باشمهندس، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام، ربنا السلام يخليك. عليكم يا جماعة. أنا باشمهندسة نيفين، كنت مهندسة مدني وحولت خلاص، عملت شيفت كارير للديف أوبس. أنا مبسوطة طبعا جدا إن أنا معاكم النهاردة، وإن أنا هشرح يعني جزء كده مهم جدا في الكوميونيكيشن سكيلز. ودايما زي ما أنا بقول لباشمهندس رضوان إن الحاجات ديت أصلا اللي إحنا بنشرحها دي بتبقى لينا إحنا الأول قبل ما تكون للناس. يعني ديت بنقدر إن إحنا نتعامل بيها كأعضاء في المنتور مع بعض، بنقدر نتعامل بيها في حياتنا العامة، بنقدر نتعامل بيها، وبنقدر كمان يعني نعلّمها للناس بعد كده برضه إن هم يتعاملوا بيها، بالظبط. علشان نimprove الcommunication skills بتاعتنا. فأنا دلوقتي بس هاستأذنك هاعمل share للscreen. اتفضلي. أوكي. دلوقتي زي ما إحنا طبعًا هنبتدي بقى نget into details الأجندة بتاعة الsession دوّة النهارده. إحنا عندنا الcontent بتاعتنا بتاعة الsession what is communication ديّة طبعًا هنتكلم عليها بالتفصيل، وإزاي قدرنا نعرّف الcommunication في حاجات في elements محددة وواضحة. بعد كده عندنا الprocess of communication establishing الcommunication، الtypes of communication إيه هي أنواع الcommunication المختلفة، وإزاي إن أنا أقدر أبني effective communication وeffective conversation مع اللي قدّامي.
عندنا كمان الcommunication styles and الborders. إيه هي الborders اللي أنا أقدر أتعامل بيها من غير ما أتعدّى حدودي مع اللي قدّامي، يعني كل واحد كده بيبقى ليه حدود هنعرفها طبعًا بالتفصيل، إزاي إن إحنا ما نتعدّاش الحدود ديّة عشان اللي قدّامي الreceiver اللي قدّامي ما يقفلش منّي من الأول. إزاي طبعًا الart of persuasion، فَن الإقناع، إزاي إن أنا أقدر أقنع اللي قدّامي إن هو يسمع لي why should somebody listen to me أصلًا. طبعًا عندنا جزء للbad communication. إيه هو الbad communication؟ بس طبعًا إحنا زي ما بنقول الbad communication دوّة إحنا مش بنشخصن الموضوع، يعني إحنا مش بنعمل الموضوع دوّة علشان نقول لأ ده الشخصية دي مش حلوة، الشخصية دي بتعمل حاجة غلط، لأ بالعكس إحنا كلنا بنتعلم من الغلط، حتى إحنا يعني صح. بنتعلم من حاجة غلط بتبقى دايمًا زي حاجة كده عامة، إحنا بناخد منها الموقف ده، ولمّا نتقابل معاه بعد كده ما نكررش الغلط ده تاني، فإحنا مش بنشخصن أي موضوع بالعكس، إحنا يعني بنعلّم نفسنا الأول وبعد كده اللي معانا. عندنا طبعًا باشمهندسة رحاب هتقول على الuse cases بتاعة الcommunication اللي هي قابلتها. طيب إحنا هنبتدي أول حاجة بالwhat is communication. في الGreek philosopher اللي هو أرسطو كان عنده يعني قسّم الcommunication في 3 يعني في 3 elements، 3 main elements أو في 3 main persuasive appeals. الappeals الأولاني اللي هو الethos، ونمرة 2 الpathos، ونمرة 3 الlogos. الethos ده هو عبارة عن إيه؟ دلوقتي لمّا آجي أتكلم أنا عن الethos اللي هو الbrain أو الhead. إزاي أقدر أقنع اللي قدّامي إن هو يسمع لي، إزاي أقدر إن أنا أخلّي اللي قدّامي يقدر يسمعني، وإن أنا أقدر أوصّل له ال آمم ال ال يعني أوصّل له الmessage بتاعتي بالeffective way وin a right way، وإزاي أوصّلها صح. فهي كلّها الethos it's all about credibility. إيه هي الcredibility؟ How to build الethos between الsender والreceiver عن طريق الcredibility. إيه بقى الcredibility دي؟ اللي هي الرصيد اللي قدّامي. يعني دلوقتي مثلًا أنا عايزة initiate conversation بيني وبين حد قدّامي. إيه هي الcredit بتاعته؟ إيه هي الcredit بتاعتي؟ اللي هي في عندي نوعين من الcredit، credit ليه هو وcredit بيني وبينه. يعني دلوقتي مثلًا أنا عايزة أعرف الpath بتاع الDevOps مثلًا. طبعًا الpath بتاع الDevOps طويل وكبير وفيه كذا مرحلة. أروح بقى آخُد من عند مين؟ يعني أقول لمين أو أسأل مين؟ في عندي حد زي باشمهندس رضوان مثلًا 20 سَنة خبرة، وفي حد تاني مثلًا سَنة أو 2 خبرة. طَب أنا أروح لباشمهندس رضوان، ليه بقى؟ علشان أنا شُفت الuser profile بتاعه. آمم هو ادّاني الexperience بتاعته، قال لي مثلًا على الprofile بتاعه إن أنا عندي experience كذا. show me your experience. يعني أنا عرفت إن هو مثلًا 20 سَنة خبرة في شركات عالمية. ادّاني relevant aspects بتاعة الeducation بتاعته، هو درس إيه، إيه هي الcertifies بتاعته، أخد إيه. ففي حاجات كتيرة جدًا بتحدد إزاي أنا أقدر آخد النصيحة للي قدّامي، فدي كلّها credits للي قدّامي. أول ما أنا أتكلّم معاه خلاص عرفت إن هو trustworthy. أنا خلاص أنا وثقت فيه وعارفة إن هو هيدّيني فعلًا المسار الصح. فالcredibility مهمة جدًا، جدًا في الethos، أو إن أنا باخاطب عقل اللي قدّامي علشان يعرف أنا مين، وإيه الprofile بتاعي، وإزاي إن أنا أقدر أقنعه، وإزاي إن هو يمشي يعني ياخد الطريق اللي أنا مشيته علشان ما يضيّعش وقت وما يضيّعش مجهود. يعني برضه باشمهندس مشرف النهارده أو امبارح تقريبًا عمل زي كده عمل زي فيديو كده بيقول إن الواحد لمّا يكون متخصص في الحاجة، مش بس كفاية إن هو يكون متخصص فيها، لأ هو المفروض يكون متخصص فيها وعنده فيها experience deep experience، وكمان يكون ناجح فيها. مش أروح لأي حد وخلاص، لأ ده أنا عايزة حد ناجح، حد فاهم، حد فعلًا واخد خطوات فيها عشان يقدر إن هو يقنعني. نمرة 2 الpathos. الpathos ده اللي هي الemotion. how to talk to your heart، أو how much I care about you. يعني مثلًا برضه أنا عندي مثال في الpathos ده. آمم اللي هو إيه، يعني مثلًا كان صلاح أبو المجد عنده كده زي كده story صغيّرة كده بيقولها يعني هي حاجة funny كده بس لطيفة. كان دايمًا يقول إيه، يعني أنا مثلًا عندي كذا نوع مربى في السوق. يعني عندي كذا نوع مربّات كتيرة جدًا، وحاجات organic وحاجات عادية وحاجات لأ. فدلوقتي أنا لو عايزة مثلًا اللي قدّامي حد لقيت مثلًا حد بيقول إيه مثلًا نيفين مش بتحب السُكّر الكتير، فهو عمل لي مربى ما فيهاش سُكّر كتير، فhe does care about me. يعني هو care about me. فهي دي حاجة برضه هي دي الpathos اللي هي الemotion. إزاي إن هو قدر يخاطبني فعلًا إن هو care about me، وإن أنا ليه إن أنا أروح له، يعني ليه أختار ده. تاني حاجة مثلًا زي برضه المثال التاني اللي أنا باشوفه برضه واضح جدًا، بيوضّح جدًا مسألة الpathos ديّة. إن دلوقتي مثلًا أنا عايزة مثلًا آخُد course ماشي.
في كورسز كتيره جدا، في كورسز في جامعه هارفارد، في كورسز مثلا في الاي تي اي مهم جدا طبعا، زي وفي برضه كورس باشمهندس رضوان، في كورس باشمهندس مشرف. ليه انا اروح اخد مثلا عند كورس؟ انا طبعا هتكلم على الاكسبيرينس اللي انا خدتها. انا مثلا رحت عند باشمهندس رضوان ليه؟ علشان هي كير اباوت كل واحد في الكورس، عارف الديتيل بتاعه، بيديك الفيدباك عن طريقتك في الشغل، عن ازاي ان انت بتقدر عملت الاساينمنت صح ولا لا، بيكير اباوت اس يعني، عارف. فهي دي مهمه جدا ان انت تخاطب اللي قدامك عن طريق الايموشن كده، تحسسه ان انت كير اباوت هيم بجد. فدي بتبقى حاجه مهمه طبعا. تالت حاجه بقى اللي هي اللوجوس ديت، اللي هي الميثود اللي انت هتقدر توصل بيها المسج بتاعتك في افكتيف واي. يعني دلوقتي انا عندي كذا ميثود، مثلا ممكن ايه هي البيست واي to deliver your message in effective way وin a right way. يعني مهم جدا اللي قدامك ان هو يفهمك ويفهم الكلام اللي انت بتقوله، والمسج بتاعتك تبقى موضحه تفصيليه كده ومختصره، انت ازاي تقدر. يعني دايما باشمهندس رضوان برضو كان في الحته دي يقول if you want to get the best from the receiver you have to communicate the best. يعني لازم انت تبتدي لما تيجي تعمل initiate الكونفرسيشن او initiate لكوميونيكيشن بينك وبين حد، لازم ان انت تبقى communicate the best علشان تقدر تاخد منه الإجابة، وتقدر تاخد منه يقدر يفيدك زي ما انت هتفيده. فاحنا طبعا المفروض بنكونسيدر الثري ميثودز دول علشان نطلع باقصى حاجه لطريقه الاقناع للي قدام. فهم دول الثلاث عناصر او الثري مين ابيلز اللي ارسطو قال عليهم. نمره 2 عندنا البروسيس اوف كوميونيكيشن. ايه هي البروسيس اوف كوميونيكيشن، او ازاي ان انا اتعامل مع اللي قدام؟ طبعا البروسيس اوف كوميونيكيشن انا كسندر انا دلوقتي عايزه ابتدي اعمل محادثه مع حد، عندي ريسيفر قدامي، طيب هبتدي ابعت مسج. طبعا هيبقى في ديستراكشنز للمسج دي كتيره جدا. يعني انا كسندر وانا ببعت للريسيفر اللي قدامي، انا مش عارفه الريسيفر اللي قدامي ده هو مشغول ولا لا، هو فاضي دلوقتي ولا لا، وحتى لو فاضي ممكن يكون عايز وقت سبيس ليه، ممكن يكون في يوم اجازته، ممكن يكون مش فاضي في اجتماع، ممكن يكون اي حاجه. انا بحاول ان انا اقلل الديستراكشن دوت تو ذا مينيمم، يعني بخليه تو ذا مينيمم خالص. وبعدين برضو زي ما باشمهندس عبد الحليم هيشرح بعد كده، في موقع اسمه نو هالو كده بيعرفك ازاي تقدر تو انيشيت كونفرسيشن مع حد، ان انت مش تقول له مثلا هلو وتسيبه وتمشي، لا تحط كل الاسئله بتاعتك في مسج كويسه كده وديتيلد، وتبتدي تبعتها، وما تعملش فولو اب على طول، تستنى تشوف هو ظروفه ايه علشان الريسيفر ما يقفلش منك ويقول لك ايه. لا، فاحنا اول حاجه في الموضوع دوت، بص هو ليه كمان حاجتين مهمين قوي. السندر دوت اول ما بيبتدي ان هو يبعت المسج، فبيحصل زي ايه، الريسيفر بقى دوت بياخد المسج كده ويهضمها ويدي عنها برسبشن. فانت لازم تقلل كل الديستراكشنز اللي انت هتقدر تقللها من المسج بتاعتك ديت عشان تقدر تاخد البيست برسبشن من اللي قدامك. نمره 2 لازم تفهم ان انت you only have one chance. يعني دايما بيقولوا الانطباعات الاولى تدوم، فلازم الواحد وهو بيبعت يبقى يعني يكون حذر جدا وهو بيبعت، ما يبعتش يعني ما يبعتش ويسكت، ما يبعتش في اي حاجه، لازم يكون كده ايه بيفولو اب حتى هو مع اللي قدامه علشان يقدر ياخد منه الحاجات المهمه. لان كون ان انت تعمل زي علاقه مع حد بروفيشنال ده هيفيدك جدا بعد كده. ولما يكون انت عندك في النتورك بتاعتك كذا حد بروفيشنال تقدر تتعامل معاهم، لا بجد في افاده فظيعه. يعني مش يعني الموضوع ده مش سهل ابدا، لا ده بالعكس، ده لازم ان احنا نكون حذرين جدا واحنا بنتعامل. لازم نكون فاهمين احنا بنتعامل مع اللي قدامنا دوت ايه هي الكريدتس بتاعته، ايه هي الحاجات اللي انا اقدر استفيد منها فيه. يعني يعني كده. وبعدين في حاجه مهمه جدا اسمها effective listening. طبعا الeffective listening دوت انا شخصيا كنت بعاني منه. يعني الeffective listening بالنسبه لي كان عامل لي مشكله كبيره جدا في الاول، طبعا تقريبا كده من 10 سنين انا ما كنتش يعني بسمع اللي قدامي خالص. انا بالعكس انا كنت بروح اخد منه اول جملتين وبعدين خلاص بسكت، اروح واخده الجملتين دول وابني عليهم، ما اسمعش بقى بقيه الكلام خالص، وبروح حاكمه عليه بقى، يعني احط بقى عليه حكم في دماغي كده. لا ده هو مثلا ممكن يكون عايز يضايقني، ممكن يكون عايز يعني انا حاسه باهانه فيها، لا ما ينفعش انت تتكلم معايا بالطريقه دي. فبروح بقى قافله، وحتى هو بعد ما يتكلم بروح مقاطعاه، بس كذا 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 كذا، واروح رده بقى عليه. احنا ممكن نتبادلها في النقاش. في ناس كتير ممكن تركز بس على ان هي تكون صح. يعني انا مش مقتنع بوجهة نظرك،
وانا بحاول اثبت وجهة نظري دلوقتي، فمش شرط. ممكن في الاخر هنجيبها، بس ممكن في الاخر اصلا نتفق الا نتفق، يعني يبقى كل واحد متفق مع وجهة نظره، والاختلاف لا يفسد للود قضية يعني. الدايلوج بيختلف بقى اكتر. انا لما مثلا هسأل حد خبرة في مجالي ماركتينج، ديف اوبس، سوفت وير، بسأله في حاجة معينة، وفي الآخر أنا عايز أطلع بإجابة، لأن أنا محتاج أحل المشكلة دي، أو يكون في توضيح ليا، إن يبتدي يوضح لي الطريق اللي أمشي عليه، يبتدي يديني معلومات أذاكر منها وخلافه، فأنا عايز أطلع بمعلومة مفيدة في الآخر. أم، هنا زي ما قلنا النقاش، أدام أنا مقتنع بفكرتي، فأكيد هحاول أثبت إن الفكرة التانية دي غلط، وعايز أقنع الناس برضو بالفكرة دي. هنا في الدايالوج او في الحوار، كل واحد فينا بنتفق على حاجه معينه، لان احنا بنتكلم في نفس السياق. انا بسال حد خبره اكتر مني، بسال حد على معلومه للشغل. ويننج، ممكن اكسب او اخسر، ممكن اكسب النقاش، ممكن اخسر النقاش. هنا بنحاول ان احنا نتعاون عشان نوصل لكونكلوجن. هنا الدنيا ممكن تكون كلوز مايندد اكتر، يعني ممكن كل واحد يفضل مقتنع برايه بس ما يغيرش فكرته. هنا بنحاول ندور على ارض واحده، او اشياء كومن جراوند، اللي هي اشياء نتفق عليها في الدايلوج بتاعنا. آه، هنا في النقاش بسمع واحلل وابتدي ان انا ارد، واحاول برضو اثبت وجهة نظري، لان احنا اتفقنا ان نتفق الا نتفق. أم، هنا بحاول ان انا اسمع اكتر effective listening، عشان اشوف ايه الحاجات اللي انا محتاج اركز عليها فعلا. ممكن اكون انا سائل سؤال بسيط، والشخص اللي قدامي يبتدي ان هو يوضح لي حاجات ابتدي ابني عليها، لان انا ببتدي ان انا effective listening وابني عليها اسئلتي القادمة، ان انا اساله عشان استفيد منه باحسن حاجة. أم، في النقاش على طول بنفترض ان احنا الاراء بتاعتنا هي الصح، مش شرط ان انت تقتنع زي ما قلنا. أم، عكس الحوار، انا ممكن اكون شايف مثلا ان احسن حاجة في الدنيا ان نتعلم نو كود، لو كود نو كود، فيثبت لي ان هو لا، يعني اتكلم مع باشمهندس رضوان يثبت لي لا، هو مش احسن حاجه اللو نو كود، لو كود نو كود. او ان انا افضل برضو كسوفت وير ومش دريان ان اصلا في ترندز جديده، وفي لو نو كود نو كود، وفي دنيا اصلا انا مش دريان عنها، والاقي نفسي مش لاحق الركب، فببتدي ان انا ايفالويت لنفسي، واشوف فعلا الحاجه دي انا محتاجها ولا لا. هنا في النقاش بنبتدي ان احنا لا، انا محتاج الناس تأيدني فعلا ان فكرتي هي اللي صح او اصح من الشخص الاخر. وهنا بنبتدي ان احنا نشوف حاجات جديده او اوبشنز جديده، نبتدي ان احنا نبني عليها الاسئله اللي جايه ان شاء الله. البادي لانجوج دي حاجه من الحاجات الخطيره جدا. يعني مثلا زي ما انا بكلمكم دلوقتي، انا يكاد ان انا شكلي مبسوط، مبتسم، فده يديكم انطباع ان انا فعلا حابب الحاجه اللي انا بقدمها دي. لكن انا لو انا مثلا مفيش كاميرا مفتوحه، وكنا استفدنا بالوقت اللي فات ده، كنت قدرت اساعدك. قال لي تمام، انا اسف جدا مش هقدر ارد على حضرتك. ده اللي انا قلت له الازرق ده. هنا بقى يعني زي ما قلنا هو اتضايق شويه وبدا يحسب بيقول لي اولا كتر خيرك على مساعدتك الناس، بس حابب اقول لحضرتك حاجه. حضرتك كنت اجريسيف في كلامك، انا ما ردتش واتكلمت باخلاق، بس حضرتك بتقول لي كلامك غلط، ودي حاجه غير مقبوله حتى لو انا غلط فعلا، لان في حاجه اسمها مناقشه. لو حضرتك مع اللي بيتعلم بيحط حاجه حرف ال كده مغناطيس قدامه ورا اللي هو ليرنينج، ولازم يبقى قاعد واحد جنبيه معاه رخصه، وهو بيطلع حاجه اسمها بروفيجن لايسنس. وهو المهم بعد ما بيطلع رخصه بيحط ال مكانها ايه، بي، اللي هي باست، جاست باست. يعني ايه؟ يعني يا جماعه انا بعرف اسوق بس على قدي. عادك بده. كل ما الواحد بيكبر بالخبره بتاعته، وكل ما الواحد بيشتغل في مجال ما، بيكتشف ان اللي انت كنت شايفه غلط هو كان الصح. دي حاجه مش هتكتشفها الا مع الخبره. فمش شرط كل اللي انت شايفه غلط الناس مش شايفاه. في طرق كتير، يعني زي ما بقول لك هي بتعتمد على المواقف. في حاجات هي غلط مطلق، واكيد مش هتكون موجوده. بس الحاجات اللي انت شايفها غلط ممكن تكون اصلا دي اكتر حاجه مناسبه للشركه، لان الشركه عندها مشكله في حاجات تانية، ما عندهمش بادجت ان هم يعملوا الكلام ده دلوقتي. فممكن اللي انت شايفه غلط ممكن ناس تانية شايفاه برضو عادي.
زي ما قلت لك بتعتمد على يعني النسبه ذات نفسها. الديبنس ليها معطيات كتير جدا يعني، طيب ملهاش صح مطلق يعني. طيب خليني سريعا كده اقول يعني اللي بيسأل هو وجهة نظري، يعني لو حد لسه متعين مش حاجة كويسة خالص ان انت تبتدي تتكلم على اي حاجة انت شايفها مش مظبوطة. على الاقل لازم تقعد فترة عشان تيجي تقول كذا وكذا. لو انت عايز تتكلم، لو انا عايز اتكلم شخص بقى شاطر وفاهم، هاجي اتكلم مديري، انا والله في شوية حاجات كده حاسس انها يعني ممكن تبقى احسن، حضرتك تحب تسمعها ولا؟ وهيقول لي خلي بالك بقى، ما انا بقول لك، ما هو تاني انت هتكلم مديرك هيبتدي يعرف انت بتفكر ازاي. تمام. فانت كل ما بتقول اقتراحات بشنك انت بتقول ان انت بتفهمش، يعني عارف. فانت ما ينفعش تقترح حاجات انت من دماغك، من دماغ يعني هي اللي بتتكلم بتقول لا انا شايفه ده غلط. طب حضرتك انت مارستي ده وجايه بتنقليه عن خبره؟ يعني انا دايما اقول ايه، ما تقترحش حاجه غير من واقع خبره. يعني ايه؟ يعني انا مارست ده 3 سنين في مكان وكان ناجح عشان اللي بيتكلم من واقع خبره غير اللي بيتكلم من واقع ايه، قرايه. اللي قرا غير اللي مارس. تاني، وتحاول ان انت تطور من نفسك كويس بس. تمام، شكرا لحضراتكم، العفو. يعني شكرا على المحاضرة الجميلة دي. ربنا يخليك. ميرسي، شكرا. طيب اتفضل يا حسن. يبقى ده اخر سؤال حسن بقى، وايه السلام ونقفل. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ كله تمام. طب دلوقتي لو انا في بيئة مش كويسة ومش مساعداني ان انا اتطور وبتأثر عليا بالسلب، فايه الحل ان انا ابقى ناجح فيها ان انا انجو منها؟ حاول تغير يعني. انا برضو عايزه ارد بعد اتفضلي، اذنك اتفضلي، طبعا طبعا بعد طبعا حضرتك. اتفضلي. لا، هو دايما بص، احنا عندنا دايما في آية بتقول وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني دايما انت بتشوف نفسك الأول، ايه اللي انت تقدر تعمله، ما تبصش للي حواليك، وليس عليك هداهم أبدا أبدا. انت بتشوف نفسك ايه اللي ينفع ان انت تعمله عشان تطور من نفسك، ما تبصش للي حواليك. دايما افتكر الآية دي، وعليكم أنفسكم. شوف ايه اللي يصلحك، وشوف ايه اللي يخليك انت تطلع من اللي انت فيه، وربنا هيديك الطريق. يعني دايمًا لمّا كده تتجه كده لربنا وتشوف، أنت تقعد كده يعني اقعد كده مع ربنا في قعدة وقُل له يا رب بس، وشوف ربنا هيفتح لك سِكَك قد إيه لو أنت مهتم بنفسك ومهتم بالحاجة اللي أنت تعملها لنفسك أنت. إنما ما لكش دعوة يعني اللي حواليك هيأثّر، أنا مش هاكذب عليك، بس دايمًا يعني تخلّيك في نفسك، وتشوف دايمًا إيه الأصلح ليك وتعمله. مهندسة نيفين يا جابت من الاخر، باشمهندس. انا ما عنديش حاجه اقدر اقول يعني. اصلا ميرسي، الايه دي شكرا تحفه يعني. لحضراتكم. الايه تحفه بصراحه يعني، ما شاء شكرا الله، ربنا شكرا يخليك. جدا. طيب شكرا خلاص، لحضراتكم. العفو عليه. طيب خلاص، عشان كده قفلنا ال3 ساعات. شكرا جزيلا ليكم جميعا، لكل المتكلمين واللي شاركوا واللي حضروا. بجد حاجة جميلة جدا، واتمنى ان شاء الله يعني هنعمل زي ما قلنا بارت 1. يعني ده بارت 1، هنعمل ان شاء الله بارت 2 برضو، نشارك فيها افكار تانية وناس تسأل. والفكرة تانية يا جماعة، الموضوع محتاج ممارسة، ويعني الموضوع كبير. فربنا يسهل ان شاء الله. شكرا جدا تاني شكرا ليكم، يا باشمهندس، ألف وربنا شكر. يخليكم، ربنا يخليكم.